السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم هاد الكسكسو اللي بالخضرة. كيجي غزال، كيجي معلك. اعطيكم واحد السر ديال كيجي معلك. هنا عندي واحد 2 بصلات كبار، لان عندي انا 2 قصاري اللي غادي نصاوب. هنا عندي واحد 2 بصلات كبارين درتهم طرونش. عندي هنا الدجاج اللي مغسلته مزيان بالملحه والحامض وحطيته كيتقطر. عندي هنا دجاجه ونص. غادي ندير معكم التوابل. هنا عندي 2 معالق صغار ديال الكركم، الخرقوم مطحون. عندي 2 معالق صغار ديال سكينجبير. عندي نص كاس ديال زيت العود، زيت الزيتون. وعندي 4 كاس ديال الزيت العاديه، زيت ديال المائده. عندي معلقه ديال البزار، ما كنكثرش البزار هنا، كندير غير معلقه. ما عندي بزار حار بزاف. كنشد الدجاج هكا كنشرملو مزيان بداك العطريه اللي درت فيه، وكنشعل عليه البوطه. وهذا هو السر اللي كيخلي الناس كيقول لي عندك واحد التعليقه في كسكسو ديالك عجيبه. صدقوني، كتاخدوا طريف ديال القرعه الحمراء كتحكوها وكديروها تشحر مع البصله والتوابل اللي درنا في الكسكسو. هنا غادي ندوز للخضار. عندي القرعه حمراء، ليشو، اللفت، كورجيت، خيزو، نقيتهم، الربيع، قزبر والمعدنوس، نقيتهم هكا. ودرت حتى البطاطا الدراري الصغار اللي كيبغي يديرها، اللي ما كيبغاش ما يديرهاش. عندي هنا تبارك الله الخضره طريه غزاله. عندي هنايا كيلو ونص ديال السميده، كندير معاه معلقه ديال الزيت العاديه وكنبسبسو مزيان. في الاول كنبسبسها مزيان بديك المعلقه ديال الزيت. هنا راني حولت الدجاج درتو في الكوكوط لان جاتني صغيره هذه مع الخضر، ما غاديش تهز ليا الخضر. ملي تشحر ليا الدجاج هزيتو درتو في كوكوط. هنا دابا غادي ندير الخضر اللي غتشد ليا شويه الطياب بحال خيزو، اللفت، ليشو، كلهم غنديرهم في هذه المرحله. وغادي نخلي الكورجيت والقرعه الحمراء غنديرها مع الدجاج الطيب، يعني هما كيطيبوا بحال الدجاج، يعني ما كياخذوش الوقت. كندير الخضر كلها، كنخلي غير كندير اللافت وكل شيء. هنا راني درت الكسكسو اللي بسبست السميده، بسبستها بالزيت. هنا غنديرها الفويره الاولى. وهنا الدجاج كيطيب ليا. غادي ندير معاه القرعه الخضراء والقرعه الحمراء والربيع. هنا غادي ندوز الكسكسو طلع فيه داك البخار، يعني فار. غادي نخويه في القصريه وغادي نرشو 2 كيسان ديال الماء وغادي نبسبسو مزيان تشربوا داك الماء. راه كيتزاد تبارك الله الكسكسو. شوفوا تبارك الله، هو بعد ما ارتاح شرب الماء غادي نرجعيه فوق الفوره الثانيه. هنا غادي نشد واحد 2 مطيشات غنحكهم في الفوره الثانيه، غنحكهم وغنديرهم. هنا الخضره بدات كطيب ليا، ما كنديروش مطيشه في المره الاولى كتكون الخضره باقي ما دخلهاش الطياب ما كطيبش.
هنا راه فورتو الفوره الثانيه والثالثه، هذه دابا الثالثه. صافي غادي نسقيه باش نقدمو. شوفوا تبارك الله كيجي محلول حبه حبه. هذه غير السميده ماشي الكسكسو اللي كيتشرى، هذه السميده الغليظه كنبسبسها. كتجي حبه حبه كنبسبسها في الاول بالزيت، كتجي غزاله ما شاء الله. الكسكسو كيجي غزال، كيجي روعه، غير جربوه. هذيك القرعه اللي كنحك في الاول كتعطيه واحد المذاق، واحد اللون ما شاء الله. هنا راه الدجاج طاب، شوفوا المريقه تبارك الله ما شاء الله. الدجاج طاب والقريعه هي طابت. غادي نسقي المره الاولى، كنسقيه قبل ما نحط لا خضر لا والو باش كيجيني مشرب من الداخل. كنسقي بالمرق ديال الخضر اللي طابو فيه الخضر والدجاج. ايوا كنحط الدجاجه ديالي تفصلت ليا من واحد الفخيد، انا رجعته خصني نحطها هكا كامله. كنعاود نسقي بالمرق تبارك الله كيجي معلك. هاد الكسكسو كيجي غزال. انا استفت الخضيره فوق، استفت الخضيره كامله فوق الدجاج، وتبارك الله ما شاء الله كيشهي. نتمنىكم تجربوه بهاد الطريقه ديالي ما شاء الله تبارك الله كيجي معلك. ايوا بالصحه والراحه، ونتمنىكم تدعموني بلايك وشكرا.